تقدمني، ما ادري ايش قاعده تقول، بس اعتقد تقول كلام طيب. يا ويلها، اشوفها بعدين. الله يسعدكم يا رب ويديم فرحكم. يا راضية تعطيني الميكروفون. ألف مبروك وجعل أيامكم كلها. وينكت ويضحك مع كل أحد، الله يسعده ويعطيه أيام حلوة. وزين ما اختار عروسة تهبل. الفستان حق العروسة يصيح، بس مو كذا الدموع كذا تطلع، ما شاء الله. فساتين كثير ما ركزت ما شاء الله في أشياء كثير، بس في لونين استغربت إنهم اجتمعوا. تخيلوا موف ورمادي وطالعين يهبلوا، مرة حلوين. ومين هناك التقيت فيها اللي أنا زعلانة منها؟ كنت شهد الرويضان. أنا كنت زعلانة منها بس كذا يعني، بس وحشتني. وإيش كمان انبسطت كثير إني شفت حليمة مرة ثانية. يا زينها ويا فديتها للكويت، يا ناس يا ذرابتها ويا حكيها ولطافتها صدقا. وكنت سنة سنوني أشوف أحلام وجات متأخرة. خسارة جات متأخرة وأنا أوريدي لازم أطلع، كنت لأنه عندي ناس جايين. مع انه طلبوا اهل العرس مني انه تغني معاها، قلت يا غني عادي ما عندي مشكله. خلصت وقعدت انتظر، وفي فرقه كانت دخلت وانتظرت تاخرت شويه وطلعت. وين رحت؟ تحسبون رحت الاوتيل؟ اكيد لا. اختي قبل دنيا قالت لي تعالي في عرس وانا هذه الحرمه تحبك ومدري ايش ومدري ايش. قلت يلا نروح العرس. قبل دنيا قلت لها فينك العرس كذا كذا، يلا نحول. انا تحت الباب، انا عند الباب. مباحث. وصلت ودخلت، كان وقت العروسه. أقول لكم دخلت العروسة كانت واقفة فوق وترمي ورد والعريس ويضحكوا حركات، مرة حبيت طريقة عرسهم. ودخلت ظلام، قلت أنا إيش، ودخلت تشك قعدنا وبس عاد. وبعدين دخلنا قعدنا ظلام، عاد أنا طالعة أختكم سودة طبعا ما تبان في الظلام. المهم بس حلوة سودة تجنن. المهم وقعد وبدأ انفتح النور وبنتنا. عاد أنا أبدا ما كنت لابسة شيء واضح، أبدا ما هو أبيض، أبدا ما يبين يعني. وبدأنا تصوير. يا أخي